بعد ما جربت اغلى الكريمات يا جماعه والزيوت وكل الوصفات الطبيعيه اللي شفتها في حياتي، مفيش وصفه ظبطت معايا شعري ووصلتني للنتيجه اللي انا عن نفسي راضيه عنها، اني تخلي الشعر مفرود كانه مكوي او معمول بروتين، وفي نفس الوقت طري يا جماعه كده حاجه خيال. الوصفه دي بجد عايزاكم تدعموا الفيديو دوت وتطلعوه كده لكل حبايبكم باللايك والشير، وطبعا تشتركوا في القناه. هنعمل ايه؟ هنعمل لايك وشير، وطبعا تشتركوا في القناه، ما فيهاش كلام. هنعمل شير ليه؟ عشان لما نرجع نطبق الوصفه نعرف نرجع للفيديو وترجعي تدعي لي من قلبك دعوه حلوه. الوصفه كلها ب2 جنيه يا جماعه، كيس خميره فوريه مش اكتر من كده، موجود في كل بيت وتقدري تشتريه لو انت مش موجود عندك. انا عشان لسه عامله الوصفه دي من يومين فهعمل كميه قليله، لكن لو انت عايزه تعملي كيس الخميره الفوريه كله تقدري تعملي. لو شعرك تقيل او طويل قوي تعملي كيسين خميره، يعني بتزودي الكميه حسب طول وتقل شعرك. حطيت هنا الخميره الفوريه واحط عليها اي نوع حمام كريم. جميل يا جماعه، هدوبهم كويس جدا كده ببعض. وصفه سهله جدا وما فيهاش اي افتكاسات. هحط بس شويه مجموعه زيوت. والخطوه ديت يا جماعه اختياري مش اجباري، انا بس عشان ادعم الوصفه اكتر واكتر. هندوب بقى الكلام ده كله كويس جدا جدا لغايه ما الخميره تدوب في الحمام الكريم. جميل. هنحطه بقى على شعرنا المندي، خدوا بالكم شعرنا يكون مندي يعني مبلول ومتنشف كويس وطبعا متسرح. هنحط بقى الخلطه ديت وهنفضل بايدينا نعمل زي عمليه فرد. شفتوا كده لو انتوا عملتوا قبل كده الكرياتين او البروتين بتروحوا للكوافير بتفضل تحط الوصفه دي كده او الكريم اللي هي كانت بتحطه على شعرك، وكانت بتمسك الشعره من اول قدام لغايه ورا وتفضل تشد فيه كده عشان تفرده. بتشد الشعر من فوق لتحت كده عشان نفرده زي ما انا بقول لكم كده، بتشدوا شعركم كده. جميل. علشان الكريم يتغلغل في الشعر كله، طبعا بتوزعيه كله من فروه شعرك جوه. ما تخافيش على فروه راسك يا جماعه، مش هيضر ولا اي حاجه. وتفردي كويس جدا بايديكي وتسرحيه بمشط يكون سنونه واسعه علشان الكريم ما يطلعش فيه، وفي نفس الوقت الشعر يفضل محتفظ بالخلطه. وتفضلي تفردي كده لغايه ما تحسي ان الشعر تشربه، وتقومي حاطه بونيه بلاستيك او كيس بلاستيك او استرتش راب، اي حاجه عشان الوصفه تسخن معاكي وتديكي نتيجه حلوه. لمده قد ايه؟ مش اقل من نص ساعه يا جماعه، نص ساعه. وبعديها بنبتدي نغسل شعرنا وبنتعامل معاه عادي خالص، بننشفه وبندهنه اي دهان زيت او كريم اللي انت حباه، وبتصرحيه. وانت بتصرحيه هتحسي بالفرق، هتلاقي النتيجه بيرفكت. لمعان، الشعره اتفردت، طراوه مش عايزه اقول لكم. بعد كده بتلفي شعرك طاقيه، او ما عرفتيش تلفيه طاقيه بتلفيه كحكه لقدام، بتجيبي شعرك كده كله لقدام وبتلفيه كحكه. عايزه اقول لكم لما تيجي بقى الشعر ينشف وتيجي تفرديه، عايزاكي تدعي لي دعوه من قلبك ان انا قلت لك على الوصفه ديت. انا عايزه اقول لكم الوصفه دي هتخلي الستات ما تروحش الكوافير تعمل شعرها تاني، لان انتوا عارفين البروتين والكرياتين والكلام دوت بيضر الشعره وبيموتها وهي في البصيله بتاعتها، وبتطلع شعر مجعد جدا وحش جدا، وبتخلي الواحد من الاخر كده بتبقى قرعه من الاخر يعني. وطبعا غاليه، انما بكيس خميره ب2 جنيه النتيجه خيال يا جماعه والله العظيم. كانكم عاملين شعركم استشوار بس طبعا مع الفرق اللي هو طري.